صحيفة الجارديان اليوم أصدرت مقال بخص عائلة الأسد. عم تحكي فيه إنه أسماء الأسد زوجة بشار الأسد هي بصحة جيدة وتعافت من مرض السرطان نهائيا. أنا الحقيقة استغربت كيف مرض السرطان قرب عليها، ما هي بحد ذاتها مرض، هي السرطان بحد ذاته، بقى كيف قرب منا مرض السرطان؟ والله ما بعرف. يعني حاولت طول هالسنوات هي الماضية اللي بوقت اللي هن نشروا بالإعلام وعملوا هاي الهيصة واللوصة إنه هي مريضة وهي وما بعرف شو. المهم أول مرة مرضت بسرطان الثدي وتعافت، وبعدين رجعت سرطان الدم وتعافت. الله أكبر، عم تتغلب على السرطان بشكل مو طبيعي. المهم مالنا بالسيرة، إن شاء الله هيك بنعدمهم بليلة ما فيها ضوء قمر، هي وزوجها وكل مين والاهم. عم تخبرنا صحيفة الجارديان إنه الدكتور بشار بده يرجع يمارس مهنته دكتور عيون. يعني والله هزلت لدرجة مو طبيعية، يعني أولاده عايشين مترفهين وعين الله عليهم. بس أنا سؤالي للي كانوا مأيدينه، شو وجهة نظركم هلأ بهاي الأخبار اللي عم تنزل عن الأسد وعيلته؟ انتوا وينكم وهن وين؟ انتوا شو استفدتوا؟ بس حابة أعرف استفادة وحدة استفدتوها طيلة السنوات الماضية اللي كنتوا فيها مأيدين لآلة القتل والدمار اللي كان يمارسها ضد أبناء شعبكم وأبناء جلدتكم. شو حصلتوا؟ بس فهموني فائدة وحدة حصلتوها من تأييدكم لهذا الإنسان الفاشل المريض المعاق يلي لا يملك ذرة من الإنسانية ولو قليل. ما بعرف شو بدي أقولكم، والله العظيم ما بعرف. خبروني، هاتوا مؤيديه، قولوا لنا شغلة واحدة استفدتوها منه أو حصلتوها طيل هالسنوات اللي مضت وإنتوا كنتوا مأيدينه وشادين على إيده. شو حصلتوا؟ شو استفدتوا؟ بالله عليكم تخبرونا. لك اللي يعني اللي بحس بالنفس لحديت هلأ في ناس مريضين نفسيا، أخلاقيا، اجتماعيا، ثقافيا، لك دينيا، لك شو بدي أقول، ولساتهم عم يحلموا ويتمنوا عودته. لك انتو مجانين مضروبين بدماغكم شي؟ لك إنسان باعكن بقشرة بصلة، لك ما باعكن، لك حتى ما عبركن، لك ما شالكن ولا فكر فيكن، لك حتى وانتو عم بتموتوا في سبيله وتدافعوا عنه هو ما كان مفكر فيكن ولا شايلكم من أرضكم. لك حتى كاين قرفان منكن وبيقرف منكن ومن وجودكن، لك حتى يتمسخر على لهجتكن ولكنتكن. لك شو انتو ما في بوجهكن دم؟ ما في بوجهكن دم؟ غريب أمركن، والله العظيم غريب أمركن.